احنا بقى يا جماعه النهارده في مطعم اسمه عزيز في التجمع. هو بيعمل الاكل المصري بس بصوره فاين دايننج شويه، وفي نفس الوقت هو ما تخلاش عن الاكل المصري. يعني انت هتلاقي نفسك بتاكل فتة موزه، طاجن عكاوي بالبصل، طاجن ورق عنب بالكوارع، ورقه لحمه، وهتلاقي مقبلات برده فيها جلاش وممبار وسمبوسك. فانت في نفس الوقت اكلت الاكل المصري كله بس بقعده مريحه شويه، بتقديم فانسي شويه، وفي نفس الوقت الاسعار مش فانسي قوي يعني. فانا شايف بقول لك ايه، ادخل شوف. نبدا بقى باول حاجه كده وهي شوربه الكوارع. انا مش عارف ايه حوار الكوارع معايا ده، يعني حاسس ان انا الكوارع ما بقتش عارف اسيطر على نفسي قصادها. يعني معلش قفش لي حته كوارع كده حلو قوي، طريقه تقديمها حلوه، بتاع نفسها صغيره بس جواها كوارع كتير. يعني تحس ان الكوارع برضو دي اهم حاجه تبقى نظيفه، بس لذيذه جدا. خلنا بقى نبدا بقى في الاكل، بس بقى ندخل بقى في المفيد. برزنتيشن هتحس ان هو غريب جدا. يعني بص، ده جلاش لحمه مفرومه، انا عمري شفت جلاش معمول كده. هتحسه بقلاوه، ودي ملوخيه من غير بقى شو ولا اي حاجه. لازم الحاجه دي تبقى طعمها مصري مش انترناشونال، فاهم؟ ايه ده؟ والطشه مقرمشه كده. هم المفروض برضو بيعملوا العيش عندهم. ممكن ناخد واحده ودن قطه. ما دي ودن قطه كبيره، التقليه اللي فيها بتقرمش. عارف انت الاحساس ده؟ طعمها حلو قوي. لا لا لا، دي تحفه. دي معلش واحده طحينه كده اهو. ده جلاش معمول رول كده وملفوف حوالين بعضه، لذيذ برضه. تلاقي طريقه اكله سهله، مش هيوقع لحمه مفرومه. محشي لحمه مفرومه متعصجه ببصل. انا ما بحبش اللحمه المفرومه متعصجه ببصل وصلصه دي متعصجه ببصل بس، وعجبني قوي لان هو مقرمش من كذا حته ومحشي تحسه كتير. ناخد ايه ممبرايه برده من الابيتايزرز كده، نغمسها في حته من الطحينه حلو قوي. ناخد كده حته عليها دي سمبوسك باللحمه المفرومه. الطماطم اللي جايه معاهم دي طبعا مقبلات. الطماطم اللي جايه معاها مشطشطه شويه وطعمها حلو قوي. تحس انها ميكس ما بين الدقوس وما بين المارينارا. فاهم بقى الدنيا بقى فين، شرقي ولا غربي ولا ايه بالظبط؟ دي اعتقد ايه، دي لحمه مفرومه وجواها رز وعليها بريدنج. انا مش فاهمها بس ممكن بص شكلها عامل ازاي. يعني تحسها قلبة على برجر، على مع حواوشي، مع رز، مع بريدنج من بره. دي غريبه جدا وطعمها ملفت جدا. يعني دوقها كده مصطفى، طعمها جامد حلو قوي. لا انا عجبني قوي قسم المقبلات الثلاثه. يعني الملوخيه جامده قوي والجلاش جامد قوي، وحتى المقبلات ديت عجبتني قوي. دي ملفته جدا يعني. ماشي تعالى نخش على اللي بعده. نخش بقى في ايه، في البدايه بقى الحقيقيه. تمام، احنا نزلنا ورق عنب بالكوارع طبعا، ده حاجه لازم، وورقه لحمه وطاجن عكاوي وفتة موزه. فاحنا ايه نفتح كده نشوف برضو ورقه اللحمه، عشان احنا ايه جاي لنا طبق برضو هو بتاع، بس تحس ان هم ايه مفخمين الدنيا برضو شويه. يعني دي ورقه اللحمه معموله ايه، لحمه شكلها مهريه خالص. البصل والطماطم والفلفل والصلصه والكلام ده كله احنا ممكن ناخد حته كده نطلعها بره عشان ما نبوظش الدنيا ونقفل تاني. كل ورقه لحمه بالشوكه والسكينه. ورقه اللحمه طريه قوي. طعم الصلصه كمان ايه، الصلصه عارف اللي هي مش مسبكه قوي لدرجه انها تخليك تحس ان انت ايه، طعم الصلصه مجزعك كده مع البصل والطماطم. لطيفه جدا حلوه عشان هي طريه قوي بصراحه. ناخد بقى قطمه من ده ورق عنب بالكوارع. ناخد من اللي هو اللي مقرمش فوق ده شويه. ده مصطفى، بس ده ورق عنب ملفوف صغير ولذيذ والله، هيعجبك ومكبوس في بعضه جامد. تحس ان هو الورقه حاكمه نفسها. ايوه تحس انت ده من اماكن تحس انت لازم تيجي في رمضان تفطر فيها. يعني الكوارع طعمها حلو، المحشي اللي جوه الكوارع طعمه بقى هو اللي حلو قوي، فاهم؟ نخش بقى في فتة الموزه. شغاله الموزه دي كويس. دي الفته بتاعتها حاطط توم كده، تحس ان التوم ظاهر برده فيها. والموزه من الحاجات الحلوه قوي عشان بيبقى فيها ماربلينج كتير، فبتبقى فاتي من جوه وبتبقى طريه، فاهمني؟ فناخد بقى ايه، دي قطمه كبيره قوي. صلصه على الفته فوق، طعم الخل مع الثوم مع في حاطط كده كزبره سنه معاها مع الموزه. فده دي طعمها حلو قوي مصري قوي بقى. نخش بقى في المشويات ولا في العكاوي؟ دي طاجن ايه ده، ايه اللي بيعمله ده؟ يا لهوي يا لهوي. دي العكاوي، عكاوي بالبصل المكرمل، واعتقد محطوط عليها ايه، جلاش متقطع صغير كده، سخنه قوي قوي يعني، مفكره قوي بس فاتي قوي. وفي قطعه اصلا ما رضيتش اخدها، هتلاقي في حته ايه دهون من بره تقيله شويه، طعمها مسكر كده، والبصل اللي فيها طعمه حلو قوي. وانا بستثقل العكاوي اصلا، بس هو الاكل عامه هنا مش تقيل قوي. عارف الستايل بتاع السمنه الكتير لا مش هتلاقيه هنا. ده تلاقي الحاجه خفيفه شويه لدرجه ان انا قادر اكمل كل دوت بدوق وما تعبتش خالص يعني. لسه باكل. تعال بقى نخش في المشويات. لسه يعني ما تعبتش قوي. نبدا باول حاجه وهي الحمامه. هي صغننه شويه بس يعني احنا دينا بنحاول معاها. بص، حمامه مقليه، الحجم بتاعها صغنن شويه بس هي طعم الرز اللي جواها حلو. وانا لسه ما وصلتش للصدر بتاعها، اعتقد ان دي صدرها صغير، هي سخنه جدا. بس الميزه بقى في الحمامه الصغيره ديت حاجه واحده، انك انت تقدر تاكل عظمها بسهوله جدا. طعمها حلو رغم انها صغيره في السن جدا، بس طعمها حلو قوي. دي بقى صينيه مشويات، بيبقى تحتها رز كده، وبيبقى فيها كفته وطرب وريش وكفته فراخ وشيش طاووق كباب. كل ده بقى تحت الرز وفوقيه المشويات. هي الريحه جامده قوي. احنا بقى ايه، قلنا نيجي جعانين عشان نعرف ندي اداء كويس. والريشه حجمها مرعب، انا ما اعرفش بس هي دي مش ريشه مصري، هي ريشه استرالي. وده الرز المعمر، يبقى طاجن رز
رز معمر. هو الطاجن عندهم غويطه مع ان قطرها ايه صغير كده. تعال نشوف هل الرز المعمر ده كريمي. هو فعلا شكله رز بلبن شويه. ده رز معمر المفروض بالحمام. يا لهوي، هو طعمه كريمي قوي والرز مستوي حلو قوي، في نفس الوقت طعم الحمام باين والحمام ايه مخلي جوه. لا لا ده خطير، ده خطير ده والله العظيم. مش عارف انا شكلي هشفت من ورق عنب بالكوارع واروح للرز المعمر بعد كده، يعني ابقى انا سبونسر للرز المعمر، نجيب احلى طبق رز معمر في مصر. ده من احلى الرز المعمر اللي انت ممكن تاكله فعلا. على بقى ايه، نبدا من التقيل للخفيف. يعني ممكن نبدا ايه من ده الطرب، تلاقي حته ايه الدهن كبيره كده بحيث ان هو مبططه شويه، ممكن نغمسه في الطحينه. كان لازم اجي يوم مخصوص عشان انت ممكن تيجي تاكل هنا الحاجتين دول بس. طرب تقيل، طعم الكفته تحس انها ماسك في بعضه كده، والدهنه اللي بره خطيره. تعالى بقى نخش في الريش عشان دي مش ريشه طبيعيه. حجم الريشه ده عامل ازاي؟ ده كرمه قوي يا ماما. هي بص حته الدهن اللي هي الايه اللي بتبقى بره دي غريبه انها طريه وطعمها حلو، والدهون اللي بره المحروقه ديت فظيعه. ودي الكفته، ده اختبار الكفته ان هي يعني ايه، ما ينفعش تكون الكفته تكون بتتقطع بسهوله وتروح ماسكها. لازم تبقى فيها عضه كده معينه. يعني هي الريش والكفته والطرب تحفه لغايه دلوقتي، ورز معمر ممكن اجي اكل دول بس. على فكره دي كفته فراخ، انا ماليش قوي في كفته الفراخ بصراحه، بس ايه بتبقى حلوه قوي، طعمها حلو برضه. كفته الفراخ تحسها قريبه قوي من كفته اللحمه في القوام مش في الطعم، في ان هي نفس الشده ونفس الفكره. انا كده ما بحبش الكباب، هو بيبقى ناشف شويه. ناخد بس قطمه من الرز اللي هنا ده رز عامل زي بتاع الافراح كده اللي هو المبهر ده، مع طعم قرفه ظاهر قوي، سواء الريش سواء الكفته، سواء فراخ كفته فراخ او كفته لحمه، والطرب والشيش طاووق هو كله حلو. يعني ممكن تعليقي على الكباب، وانا اصلا كده الكباب هو ما بحبوش عامه. يعني انا ممكن اجي اكل يعني ادخل انا ومصطفى ناخد ايه طاجن رز معمر والصينيه دي، يا اما تاخد الطواجن يعني افصل دول عن دول. يعني وجهتك طواجن يا اما وجهتك ايه مشويات ورز معمر، الاثنين طعمهم جامد قوي. وناخد قطمه سلطه تحفه تحفه ومش بافور. يعني دي يا جماعه كانت تجربتنا في عزيز ايجيبشن فيوجن. هو بيقدم الاكل شويه بطريقه فاين دايننج وفي نفس الوقت مخليها مصري، يعني مش مخلي فاين دايننج اللي هو تحس ان الاكل ايه مش بثقافتك. لا هو عجبني قوي الطواجن، عجبتني قوي الابيتايزرز والسلطات. المكان جامد، هو في التسعين في التجمع كده، المكان لطيف بس في وسط وحوش. هل هينافس؟ انا حاسس ان هو هينافس. احنا ممكن مثلا نحلي في اخر الفيديو ونقفل بقى مصطفى ونودي وتعال نشوف بيعملوا ايه بقى، عشان بيعملوا شعريه باللبن. نختم بقى يا جماعه الفيديو. تمام، انا ما كنتش متوقع ان الشعريه باللبن هيبقى شكلها عامل كده. هي تحسها شعريه فرن. يعني دي بص شعريه وداخله ايه يا عم ايه ده؟ دي مهلبيه دي ولا ايه ده؟ دي جامده قوي دي. اللبن تحسه كوندنسد ميلك، لبن مكثف. انا متاكد ان فيها لبن مكثف على فكره. قوام اللبن نفسه تقيل، دي لذيذه جدا والله العظيم. دي حلوه قوي قوي. بقى بكنافه بقى ونقفل بقى ونخش بقى مصطفى واقفل بقى. كل ما حد يشوفني يقول لي اقفل يا مصطفى. معرفش ليه، رغم بساطته حلو، الاثنين حلوين قوي. السنبله حلوه. يعني دي كنافه ساده بالسمنه والعسل بس، من غير قشطه، من غير كريمه، من غير جبنه. طعمهم حلو قوي، انا عجبني عزيز. واعتقد الاسعار مواجبه يعني مع القعده مع اللطافه بتاعت المكان. برضه المكان لطيف كده، لو جيت الصبح هتنبسط، لو جيت بالليل برضه هتحسه كوزي ولذيذ. الاماكن اللي جوه فيها كده حته اوثنتيك شويه، والاماكن اللي بره فيها حته كومفي شويه، فانت تحس ان انت قاعد مرتاح، مش لازم تقعد على كرسي وحش ولا تقعد بتاع. فلطيف بصراحه، جربوه. بقول لك ايه، اقفل بقى مصطفى.